السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده قلت اعمل معاكم صينية فراخ واعمل لكم كمان سجق وهعمل مكرونة. عبارة عن ايه بقى؟ معايا فرخة كاملة، ومعايا بصل وفلفل وطماطم وكيسين مكرونة. تمام. انا مش هعمل كيسين، هعمل كيس ونص بس منها. اول حاجة هجيب صينية واحط فيها شوية زيت واسيبهم يسخنوا مع بعض كده، يسخنوا كده تدفى يعني، الزيت يدفى، وبعد كده احط عليها الفراخ بتاعتي. تمام. تمام. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد. اول حاجه انا لقيت خلاص الزيت عندي سخن، هبتدي بقى انزل عليها بالفرخه بتاعتي. تمام. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. انا كده بحط الفراخ كلها، ما بسيبش يعني انا مش سايبه فيها الحمد لله حاجه، حطهم كلهم. انا كده بقى بتاكد ان هي كلها كده تتشرب من الزيت، واحط معاها ملح وفلفل اسمر. تمام. انا كده ايه، جهزت حاجه الفلفل الاسمر والملح عشان احطهم بقى عليه. انا حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسمر عشان احط على البصله ملح وفلفل اسمر. تمام. انا كده جهزت حله القوطه بتاعتي عشان احط القوطه، عشان ما ناخدش وقت الحمد لله في الاكل يعني، والاكل ما ياخدش مننا وقت كتير. تمام. لان انا كنت حاطه ميه المكرونه على النار. تمام. دلوقتي ده شفشقوطه ومعاه قرنين فلفل حامي. ده السجق بتاعي قطعته حتت صغيره واحطه على النار. طبعا انا بسخن الحله بتاعتي اللي احط فيها السجق، انا حاطه شويه زيت، وكمان انا هحط شويه زيت على النار عشان يسخنوا كده واشوحهم مع بعض. اللي بعمله في الفراخ بعمله في السجق. تمام. نفس التشويحه ونفس التتبيله ونفس كل حاجه. الطريقه دي من والدتي، انا والدتي هي اللي بتعمل يعني بتجهز لي حاجه التصوير عشان اصور على طول. فربنا يخليها لي يا رب، ما يحرمنيش منها ابدا، وتفضل جنبي كده وتسندني لحد اخر يوم في عمري. كده انا بتاكد ان هما اخدوا اللون ولا لا، بتاكد بشوفهم محتاجين يتقلبوا ولا لا. انا حسيت ان بقلبها بقى تقليبه كويسه، عشان هقعد اقلب فيهم مش كل شويه لحد ما ياخدوا اللون المحترم اللي انا عايزاه. تمام. تمام. وبقلب بقى السجق معايا لحد ما ياخد اللون الذهبي. انا بشوف كده الميه غليت ولا لا، لقيتها غليت زي ما انتم شايفين كده. هبتدي انزل بقى عليها بالمكرونه. انا هفضي الكيس وهفضي الكيس نص الكيس التاني. انت بتعملي المكرونه على حسب العدد عندك، العدد عندك كبير بتعملي كيس، يعني احنا 4 افراد بنعمل كيس ونص. العدد 2 أو 3 بتعملي كيس. فاهمني؟ يعني انت بتعملي المكرونه على حسب عدد الافراد عندك. بقلب على السجق ايه بقى تقليبه كويسه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. انا كده بقى ايه، الفراخ بدأت تاخد اللون من تحت كده، وهبتدي بقى اقلبها من الناحيه التانية علشان خاطر تاخد اللون التاني، واحط اشيلها واحط الخضار بتاعي. تمام. يعني انا بعد ما بدي تشويحه ودي تشويحه بشيلهم كده، وبحط بقى الخضار بتاعي يتبلوا، وبعد كده بقى انزل عليهم بقى بالحاجه بتاعتي السجق بقى احط عليه السجق. انا دلوقتي كده بشيل بقى السجق عشان خد اللون اللي انا عايزاه من الدهب اللي انا عايزاه. وهبتدي هنزل بقى بالطماطم والفلفل والبصل، واحط عليهم كمان فصين توم كده ولا 4 فصين او 4، يعني على حسب ما انت بتحبي التوم فيها قد ايه. تمام.
ادي الفلفل والطماطم والبصل، بشوحهم تشويحه حلوه وبشيل السجق كده على جنب لحد ما اخلص. صلوا بينا على الرسول صلى الله عليه وسلم. والفراخ هبتدي برضو اشيلها علشان احط مكانها الخضار، يعني انا بقلبها بقى التقليبه الاخيره عشان بعد كده احط بقى الخضار بتاعي. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم وما تكونش ملين مني. انا كده صفيت المكرونه، لقيتها استوت فصفيتها، وشوحت الطماطم والفلفل والبصل زي ما انتوا شفتوا كده، مشوحين كل حاجه حلوه قوي. نزلت عليها بالسجق وابتدي بقى انزل التوم عليها. ادي التوم عندي اهو. هبتدي انزل بقى، يعني انا هاخد كميه بس بسيطه، يعني مش هاخد كله عشان الحبه التانيين احطهم على الفراخ. عايزه اقول لكم ان الاكله دي طعمها تحفه. انا بعشقها من ايد والدتي حرفيا، يعني انا بحب الفراخ كده باكلها من ايد ماما كده. كده بعد ما الفراخ اتشوحت هبتدي اشيلها واحط مكانها بقى الخضار بتاعي اللي هو البصل، الطماطم، الفلفل. تمام. اول حاجه انا حطيتها التوم، بدي كده التوم تشويحه كده بسيطه غير السجق. تمام. انا هنا عشان تشيل اي ريحه زفاره يعني بحط التوم في الاول. تمام. تدي بس التوم يدي ريحه وطعم، بعد كده بنزل عليها بالخضار. عايزه اقول لكم ان الاكل ما خدش مني نص ساعه او ساعه بكتيره. تمام. انا كده هديله تشويحه. الطماطم عندي كده خلاص بدات تتسبك، هبتدي بقى احط عليها الملح والفلفل الاسمر، لان انا مش هحط شطه عشان حاطه قرون فلفل. يا اما تحطي قرون فلفل يا اما تحطي شطه، حاجه من الاتنين. هبتدي بقى ايه، احط الفراخ بتاعتي على الخلطه اللي هو البصل والفلفل والطماطم. بعد ما خدوا التشويحه الحلوه اللي تنزل ميتها، الحاجه دي تنزل تدبل كده وتنزل ميتها، هبتدي انزل بقى عليهم الحاجه. اول ما لقيتها بدات تنشف هبتدي بقى احط عليها بق ميه زي ما انتوا شايفين كده، يعني حتى كوبايه، حطيت كوبايه ميه عشان تكمل بقى سواها. تمام. كده السوجيه خلاص كان فاضل له حاجه بسيطه وتخلص. تمام. انا بظبط لكم الزوايا اهي علشان تشوفوا كل حاجه وانا بعملها. انا لقيتها محتاجه كمون وملح وفلفل اسمر تاني حطيت. انا ما كنتش حاطه كمون في الاول، فانا حطيت بقى بعد ما لقيته خلاص قرب يستوي حطيت كمون. هنا بقى زودت الملح والفلفل الاسمر. انت بتحطي على حسب ما انت عايزه، يعني انت بتدوقي وتشوفي انت محتاجه تاني ولا لا. تمام. انا كده برضو قلت احط السجق ملح وفلفل اسمر واسيبهم 3 دقايق كده، وبعد كده هشيلهم من على النار. خلاص كده الفراخ عندي كانت استوت. انا كنت بتاكد بس ان هي استوت ولا لا. لقيتها خلاص، جربتها بالشوكه لقيتها استوت. والقوطه كمان كانت عندي استوت، القوطه بتاعه المكرونه. والسجق كنت طفيت عليه عشان كنت لقيته استوى. تمام. يلا بينا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد ان شاء الله. وتقولوا لي عايزين فيديوهات ايه تاني.
واي فيديو انتوا هتطلبوه مني انا هنفذه على طول. كده انا بقى بنزل المكرونه. المكرونه انا بحبها تبقى ماسكه نفسها، متبقاش معجنه. يعني انا ممكن اخلي المكرونه مسلوقهاش قوي واكمل سواها في اللاقوطه. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس. مع السلامه، الى اللقاء.